دول اكتر ناس الاي اي بيهددهم، لان الناس دي بتقدم سيرفيس بيدفع مقابلها فلوس، الفاليو بتاعتها مقابلها فلوس، فالاي اي اصلا دلوقتي بدا يحل الحلول دي مكان الناس. دي بارت 2 من سيريس. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك ان الماركتنج ليه قواعد ثابته. في 4 مستويات من الكونتنت كريتورز، مستوى واحد بس فيهم هو اللي الاي اي هيقدر يمسحه بسهوله. اول مستوى فيهم الانترتينرز، والانترتينرز دول اللي هم الناس اللي الفاليو اللي بيقدموها من الكونتنت بتاعهم هي فاليو الضحك، الهزار، الميمز، ودول اكتر ناس بعيد قوي عن الاي اي، لان الاي اي صعب جدا ان هو يعمل لك زي الكونتنت اللي هم بيعملوه بشكل انت فعلا تحس انه حقيقي، لان الضحك ده بيبقى معتمد على الشخص نفسه، معتمد على بني ادم حقيقي، ودي بالنسبه للناس برضو وجهات نظر ودرجات. فالناس دي صعب قوي ان الاي اي يبدلهم في الفتره اللي احنا فيها. المستوى الثاني هو برضو لسه بعيد قوي عن الاي اي، وهو البي تو سي اديوكيتورز. يعني انت دلوقتي مثلا لو بتقدم اديوكيشن كونتنت لكاستمر زي مثلا الاونلاين كوتشز بتوع الجيم، صعب قوي ان لو واحد مثلا جاب اي اي يعمل له الكونتنت ده ان الناس تتاثر بيه وتتعلق بيه وتبقى بتطلب منه السيرفيس بتاعته. زي مثلا البنات اللي بتعمل زي ميك اب توتوريالز او هكذا، لو بنت مثلا شافت بنت اي اي بتحط ميك اب او بتريكومند مثلا برودكتس معينه، صعب ان هي تصدقها. ثالث مستوى فيهم واللي ده الاي اي بيقرب منه شويه هو البي تو بي بروسيوم، زي المحتوى اللي هو بيبقى بيتكلم عن الفلوس والاستثمار والحاجات دي. الاي اي بيقرب منهم شويه، والاي اي ممكن يديك معلومات وحاجات قويه في حته الاستثمار والفلوس، ولكن برضه انا لسه شايف ان هو بعيد عنهم ومش بيسبب لهم تهديد. المستوى الرابع بقى هو البي تو بي كرييتورز، ودول بالنسبه لي هم اكتر مستوى الاي اي بيهددهم، واللي انا منهم بالمناسبه. انت لو بتقدم كونتنت في بزنس تو بزنس، يعني بتقدم سيرفيس مثلا زي الديجيتال ماركتنج زي البروجرامينج، فدول اكتر ناس الاي اي حرفيا ممكن يقضي على جزء كبير منهم. فانت لازم تشوف ككرييتور او كبزنس اونر او كاي حد حتى بيشتغل في اي مجال، انت ترتيبك فين في الريسك ده عشان تقدر تحدد انت في الهاي ريسك ولا في اللو ريسك.